السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل كده معاكم كيكة اللي هي العادية الصفرة، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. هنا معايا المقادير 4 بيضات، هنحط عليهم 2 باكو فانيليا، ومعايا كوباية الا ربع زيت. هنقلب كويس كده الفانيليا والبيض والزيت الاول. معايا نص معلقة خل وكوباية الا ربع سكر، وهنقلب كده شوية برضو. هنا معايا معلقة كبيرة من عصير البرتقال اللي هو الأكياس، هو بيدي لون للكيكة بس. معايا هنا كوباية من اللبن، انا هنا ما عملتش المقادير في الخلاط، انا استعملت المضرب اللي هو اليد. بعدين هنا معايا كوبايتين ونص من الدقيق منخولين كويس. هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة من محسن الكيك. كده خلاص، كده حطينا المقادير كلها، هنضرب بقى المكونات دي كويس قوي. هنا خلاص كده وصلت بقى للقوام المطلوب. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وهندهنها كده معلقة سمنة او زبدة، وهنديلها رشة كده من الدقيق. هننزل بقى بالكيكة بقى بالصينية. نخبطها كده خبطتين عشان اي هوا يطلع منها، وبعدين ندخلها بقى الفرن يكون سخن الاول قبل ما ندخل الكيك. هنا بقى المقطع اللي هي طالعه من الفرن اتمسح مني، كان لونها حلو قوي وكان ريحتها حلوه، مش فيها اي ريحه بيض ولا اي حاجه. وعملت معاها بقى كوبايه شاي بلبن كده، جربوها ان شاء الله تعجبكم. كانت واخده لون حلو قوي، كانت طريه ومن تحت واخده اللون بني شويه كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك في القناه يشترك.
أنا كنت بوريها لكم من جوه ان هي حلوة ومستوية كويس. يلا يا جماعة، اشوفكم على الف خير، مع السلامة.